ويا صباح الفل والهنا على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يومكم كده كله طاقه ونشاط وتفاؤل ان شاء الله. وخدتكم جري جري على الغدا، يلا ما عندناش وقت. لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. صلي بقى بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالي بقى شوفي معانا النهارده غدا سهل وسريع وبسيط، وبصي تكات وحركات كده، وهتوفري وتدبري في الفيديو ده. وافكار جديده واول مره تشوفيها، وحاجات هتنفعك جدا وهتفيدك جدا. انا اقول فكره انت تقولي فكره، وكلنا بنتعلم من بعض طبعا. غدانا ايه النهارده؟ وغدانا هو مكرونه بالبشاميل، بس يعني مكرونه ايه اللي هي غير مكلفه شويه كده. حطيت 4 بصلات كبار ونزلت عليهم بالبهارات بتاعتي بقى، ملح وفلفل وكمون وكزبره وبهارات لحمه. اي بهارات عندك في البشاميل او بلحمه لحمه المكرونه حطيها. مش هتقول عني رشه بابركه معلش. واي بهار عندك حطيه، هيفرق جدا في الطعم. طيب حطيت البصل، حطيت البهار، حطيت فلفل اخضر متقطع، عندك فلفل الوان حطي. ما عندكيش مشي باي حاجه. بصي يعني خلي ما توقفيش دنيتك على حاجه. سبتهم يتبلوا كده مع نفسهم، الفلفل مع البصل لحد ما خدوا لون. وبعد كده هنزل عليهم باللحمه. اللحمه بقى هنا كنت فرماها في البيت، طبعا رشه ملح كده عشان نشم الروائح الحلوه. وبصوا بقى انا هنا كنت حطيت اللحمه، او النبي كنت حطيت اللحمه، تصدقوا اللقطه ما جاتش. اللحمه يا بنات كنت انا يعني فرمها في البيت. كان عندي حته لحمه كده فاضله من العيد، ففرمتها في كبه الخلاط. عايزه اقول لكم ان هي فيها حتايت كبيره كده وحتايت صغيره، فحاولت ان انا اشيل الحتت الكبيره، استغنى عنها بره اللحمه، واسيب الحتت الناعمه ايه تمشي بشاميل. وما بصي ما فيش حاجه هتقول لا، دبري ووفري. هنا كنت حاطه الكنكه الصغيره دي، كانت راسي مصدعه جدا، كنت بعمل كوبايه شاي عشان نظبط الكلام. يبقى حطيت افتح عصيج اللحمه، حطيت بصل وفلفل اخضر واللحمه وبهارات بس فقط لا غير. شلتها ركنتها على جنب. معلقتين سمنه كبار محترمين، انا مش عارفه في ايه النهارده. معلقتين سمنه كبار محترمين او 3 من اللي هي بتاعه الاكل. بعد ما السمنه كده سخنت هنزل عليها بمعلقتين كبار او 3 من الدقيق، وافضل اقلب كده. ولازم السمنه تبقى قد الدقيق، او السمنه تبقى سيكه حبه عن الدقيق، تخلي الحاجه ناعمه كده وحلوه. صراحة هنا أنا كنت حاسة إن السمنة كتير حبتين، فحطيت 4 معالق كبار هرميين من اللهم صل على سيدنا محمد من الدقيق. سمي الله كده وصلي على الرسول. ولو وصلت معايا لحد هنا بالله عليكي ما تبخلي عليا بالله، يخلي عيلتي الصغيره تكبر بيكي وقناتنا تكبر بيكي، وان شاء الله تكون عوض لينا عن اللي راحت. وربنا دايما بيعوضنا بالاحسن، ودايما بقول الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل اللي ربنا يجيبه. انا راضيه بكل اللي ربنا يكتبه لي. هنا بقى فضلت اقلب مع السمنه والدقيق لحد ما شميت ريحه السمنه والدقيق كده ان هما استووا. هنزل بحبه من البهار في البشاميل. يا ساره ده بشاميل، حطي حبه بهار، حطي رشه ملح، حطي رشه فلفل اسمر. ده كله فين؟ ده كله في الدقيق والسمنه وهما بيتحمروا قبل ما تنزلي باللبن خالص. بصوا عايزه اقول لكم كل حاجه في الاكل بتعمليها مختلفه بتفرق. يعني اما تحمصي البهار اللي انت حطيتيه مع الملح، مع السمنه مع الدقيق مع البهار اللي انت حطيتيه، تحمصيهم كلهم كده في السمنه، يا عيني يا عيني، احسن ما تحطهم صحيح كده في البشاميل. طيب قلبت كده وحسيت ان خلاص الدقيق بدأ يتحمر خلاص وريحته طلعت. هنزل عليه باللبن. طب انا ما عنديش لبن يا ساره، او يعني عندي لبن بس مش هيكفي البشاميل. انزلي بشوربه يا قلب اختك ولا يهمك. بجد بشكركم جدا جدا على دعمكم ليا وعلى كلامكم ليا على الخاص، وشكرا لكم كلكم بجد، من بره مصر ومن خارج مصر ومن مصر. وبصوا كل الدنيا انتوا على راسي من فوق، وكومنتاتكم دايما بتشجعني. وبصي عايزاكي كده تسيبي كومنت حلو زي كده في التعليقات. ان شاء الله القناه تكبر بيكم باذن الله. خلاص كده بصوا بدأوا يشكشكوا مع بعض كده، فلازم الدقيق يستوى كويس. من نجاح المكرونة البشاميل الدقيق لازم يستوي كويس. نرجع نقول تاني، من نجاح عملية المكرونة البشاميل ان لازم الدقيق يستوى كويس عشان ما يديكيش طعم الدقيق الني. رغينا وقلنا احنا بنعمل ايه بالظبط، وكلكم ستات بيوت شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس انا بديكي فكرة وانت بتديني فكرة وننفذها بكرة ان شاء الله. طيب نزلت بقى بكوبايه مليانه كده، يعني بصوا نزلت بلتر من اللبن او اقل من لتر بشويه. وبعد كده حسيت طبعا لا ان اللبن الموضوع كده هيخرج عن حده.
يعني كده عايزين نكمل لبن، مفيش لبن انزلي بشوربه يا قلب اختك، زي ما قلت لك صفي حبه شوربه حلوين كده وانزلي بيهم. ما عندكيش شوربه تصرفي، اعملي شوربه برضو، لازم شوربه. لو ما عندكيش لبن كملي بشوربه، بتطلع والله العظيم عايزه اقول لكم كان طعمها روعه. تعالوا بقى رغينا كتير زي ما قلت لكم، تعالوا نفضفض مع بعض. بصوا الناس اللي بتقول يعني احنا كده بنهلك صحتنا وخلاص حاسه ان طاقتي خلصت، اليوم اللي تحسي فيه بصوا دي الشوربه، دي الشوربه اهي مية مية، عسل عسل عسل. يعني مكرونه بشاميل اقتصاديه وست محترمه كده، حتتين لحمه من البيت على حبه لبن على حبه شوربه على حبه بهار، لمينا الدنيا وعملنا احلى غدا. لما طاقتك خلصت وان انت تقومي في يوم كده تقومي مش قادره تعملي حاجه، خلاص يا جماعه ده مش نهايه العالم، مش نهايه العالم يا قلب اختك، ما تعمليش. لو انت قمت الصبح ولقيتي نفسك والله ما قادره وطاقتي خلصانه وان اليوم كده رخم ومش عايزه اعمل حاجه، خلاص ما تعمليش، مشي اليوم ده باي حاجه. سيبي الدنيا تضرب تقلب، سيبيها تضرب تقلب، مش هيجرى لها حاجه والله، ولا هتبوظ ولا هيحصل لها اي حاجه. وبعد اذنك ما ترجعيش تلومي في نفسك وتقولي يا طاقتي خلصت مش قادره اعمل دي مش قادره اعمل دي. احنا بشر يا جماعه وجسمنا ليه حق علينا، وما تهلكيش نفسك. يعني والله انا بقول لك نصيحه، لان انا من الناس اللي ما بقعدش، انا يعني ربنا يخلي معايا 4 ولاد وفي ايدي بيت وفي ايدي طفل صغير، فعايزه اقول لكم ان انا يعني فوق المطحونه بشويه. فيعني لو لقيت حد ينصحني هعمل بالنصيحة والله. فعشان كده بقول لكم ما تهلكوش نفسكم، وجسمك ليه حق عليكي وقمتي الصبح لقيتي نفسك مش قادره تعملي حاجه، ما تعمليش. يعني انا دلوقتي، يعني انا بقول لكم والله انا دلوقتي بقيت اعمل كده. قمت الصبح يعني في يوم في الاسبوع مثلا تنظيف وترويق، وكل يوم كل يوم واقفه في المطبخ، وكل يوم ترويق، والمواعين ما بتخلصش. الصاله دي ممكن تتروق 3 4 مرات في اليوم، اوضه الولاد اوضه المعيشه ده. ففي يوم كده بتيجي تسقطي فيه عادي، يعني ما تلوميش نفسك ان انت مثلا جيت يوم مش قادره اعمل حاجه، خلاص ما تعمليش. وامشي على النظام اللي دايما اللي انا قلت لك عليه، ان انت روقي الحاجه اول باول، عشان لما تيجي في يوم زي كده مش قادره تعملي حاجه وطاقتك خلصانه وان انت خلاص بقى تعبت بعيدوا عني بجد تعبانه، يبقى برضو في نفس الوقت الدنيا مش متبهدله للدرجه. يعني لما انت ايدك في الحاجه على طول وتيجي في يوم كده مش قادره تعملي حاجه، خلاص يبقى برضو الدنيا ايه، على قد ما تقدري الدنيا مترتبه. واليوم اللي انت تعبانه فيه قلب اختك اعملي اكل خفيف، اعملي اي حاجه خفيفه، حاولي ان انت تريحي كده ساعه في اليوم، اخطفي لك ساعه ريحي فيها، بتفرق جدا معاكي. الحاجه اللي بتبسطك اعمليها. لو فنجان قهوه، انا لما بلاقي الدنيا كلها ضغط عليا والله العظيم، طبعا احنا هنا في بلد ارياف، مفيش خروج مفيش الكلام اللي انتوا عارفينه. يعني اكتر حاجه بتسعدني هو فنجان القهوه، ممكن اعمل لنفسي فنجان قهوه شوكولاتايه، اي حاجه انا بحبها. ليه بقى؟ لو انا ما ساعدتش نفسي وخليت حسيت كده ان الدنيا من حواليا الدنيا يعني حلوه وعيشي كده الدنيا، فمش هعرف اتاقلم. هستنى بقى يا اصلا ده ما بيجيبليش، اصلا الولاد مش عارفه اعمل منهم حاجه، اصلا مش عارفه اكل منهم حاجه. ما هو بصي، ما هي الدنيا هتفضل شغاله، كل يوم بيجي وكل يوم بيعدي والعمر نفسه بيعدي، مفيش حاجه بتقف على حالها. فانت في نفس الوقت اسعدي نفسك عشان تحسني من مودك وتحسني يعني من النفسيه في البيت. طول ما انت مبسوطه طول ما هتطلعي احسن ما عندك. لكن هتقعدي بقى تعكنيني على نفسك وعلى اللي في البيت، مش هتعرفي تعملي اي حاجه خالص. سيبك من كلام فلانه، ده دي عملت ده دي سوت، ساعه ما ربنا يريد ان انت هتعملي حاجه بتعمليها. وارجع واقول تاني، انا قعدت 15 سنه جواز يا جماعه، 15 سنه قاعده بمطبخ متر في متر، يعني المطبخ الخشب بتاعي يكن ما احطش في حاجه اصلا. بس يرجعوا للفيديوهات في القناه القديمه، ارجعوا كده. يعني كنت اقول لكم ارجعوا في الفيديوهات القناه القديمه، كنت بصوا مخليه جنه. وكان يجي رمضان ده اعمل فيه البدع، وكان مطبخ يعني لا يذكر ولا كان واخد حاجه. صبرت وربنا اداني ورضاني. جوزي اشتغل شويه، عملنا المطبخ رخام، والراجل والله كان جاي عشان يعمل رف رخام، يعني رف واحد بس من الرخام. الراجل شاف المطبخ وكده قال المطبخ دوت يتعمل كله رخام. واحده واحده عملنا، حاجه بتيجي حاجه الدنيا هتمشي وان شاء الله تتعمل. حاولي ان انت تحسني من نفسك وتحسني من نفسيتك علشان تقدري تدي اللي في البيت، واللي محتاجينك هم اولادك وعيشتك. طبعا متسمعيش لكلام اي حد، بصي محدش هيعرف مصلحتك اكتر منك، وما تشتكيش لحد غير ربنا. دايما دايما يعني خلي كده شكواك لربنا، وقول يا رب انت شايف، يا رب انت عالم.
يا رب كده اكون خفيفه على قلبكم وما اكونش صدعتكم، بس بجد والله لو انت ساعدتي نفسك وحسنتي من مودك هتظبطي الدنيا كده. فان شاء الله ربنا يسعدكم ويسعدنا يا رب، وما تشوفوا شر ابدا. ولو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تنسي بقى تحطي لي اللايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وبالله عليكي اوعي تنسي تصلي على سيدنا محمد في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. بحبكم في الله يا احلى اخوات في الدنيا. بفرح جدا والله بالمشاهده وبالاتنين وبالمية وبالخمسين، بفرح جدا باي مشاهدات بتجيلي. و يعني عمري ما هنسى القناه القديمه ولا هنسى اصحابي، وان شاء الله يرجعوا تاني. بحبكم في الله كلكم. فيعني عايزه اقول لكم والله العظيم امشي على كده، يعني حاولي ان انت تساعدي نفسك. يا ساره الدنيا مش فل والدنيا مش وردي والدنيا ضغطه، عارفه والله يا قلب اختك ان الدنيا ضغطه والحياه مش وردي وكل حاجه، بس دي عيشتنا، انت فاهمانه. فالسلام عليكم.